أمير سعودي في مصر صارت له قصة عجيبة جدا، أتمنى الكل يسمع القصة هذه. الأمير عبد الرحمن بن مساعد يروي القصة هذه ويقول: كنا معزومين في بيت أحد أصدقائنا في مرة من المرات، وقعدنا معاه لين الفجر. طولنا شوي في السهرة، وبعد ما صلينا الفجر طلعنا من البيت ونحن نتمشى في شوارع القاهرة. الهدوء يملى المكان، وبينما نحن ماشيين شفنا عجوز كبيرة في السن تمشي من مكان بعيد ومعاها سلة. ما كنا نعرف شو داخل السلة هذه، لين ما قربنا منها شوي وشفنا أن عندها سلة ريمون. كان يظهر على المرأة هذه آثار التعب والفقر والعوز وتعب السنين كلها. صديق الأمير عبد الرحمن بن مساعد قال: ودي أسوي فيها معروف وأعطيها مبلغ من عندي كنوع من أنواع الصدقة. استحسنوا الفكرة هذه، راحوا عندها: السلام عليكم أمي، كيف الحال، شو أخبارك؟ بابتسامة طيبة استقبلتهم. قالت لهم: آمروني يا أولادي، شو تبون؟ قالوا لها: والله نحن عندنا المبلغ هذا نبي نعطيك إياه. قالت: بس أنا ما أخذ صدقة. قالوا لها: هذه مو بصدقة، اعتبريها هدية. قالت: ولا هدية. احتاروا معاها، والمبلغ كان مبلغ مجزي وكبير جدا، ما كان مبلغ هين يعني. فقالوا لها: صراحة أمي نريد نساعدك. قالت: يا أولادي تبون تساعدوني فعلا؟ قالوا لها: نعم. قالت: اشتروا الليمون هذا عني. والله اشتروا الليمون هذا بمبلغ بسيط جدا لا يذكر. قال: جزاكم الله خير، انتم اليوم وفرتوا علي يوم تعب طويل وانا راجع البيت. واخذت السله وراحت لبيتها. تعقيبا على هذه القصه، الامير عبد الرحمن بن مساعد قال على هذه المراه: اني انا قابلت اغنى امراه في العالم. جميل جدا لما تمتزج الروح الانسانيه الجميله الرائعه بالكرامه وعزه النفس والروح الطيبه ايضا، كما قال عليه الصلاه والسلام: الخير في وفي امتي الى يوم الدين.